جنازة تاع سيد أحمد اللي جاز باباه في البرنامج اللي تبحر، كان يهضر مع واحد يلعب فري فاير وخرج من الدار منذ أكثر من سنتين. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي فيه راح نحكيه على حكاية جديدة، وهذه المرة حكاية الطفل سيد أحمد الذي توفي بسبب لعبة فري فاير. إذا هذه الحكاية ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكامل الناس راهم قاعدين يهضروا عليها. الحكاية بدأت مع أب الطفل اللي راح لحصة في قناة الشروق يحوس فيها على ابنه المفقود. إذا هذا الأب عنده حوالي 2 سنين وهو يحوس على ولده وما لقاهوش، وفقد الأمل تماما إنه يلقى ولده. فراح لقى الشروق باه يدير نداء الأخير باه يحوس على ولده الضائع. من بعد يومين من خرج هذا السيد في الحصة في قناة الشروق، عيطوا له الدرك الوطني وتواصلوا مع الأب وقالوا لهم أرواح عدنا، رانا لقينا جثة طفل على شكل هيكل عظمي، أرواح نديروا التحاليل نشوفوا إذا هذا ولدك ولا لا. يعني الأب راح للدرك الوطني دار كامل التحاليل اللازمة، ومن بعد طلع هذاك الطفل لقاوه هو ابن هذا السيد. من بعدها تواصلوا مع المقدم الصحفي وقالوا له باللي رانا لقينا الطفل ولقيناه متوفي عنده حوالي 6 أشهر من لقاوه ميت. الله يرحمه إن شاء الله ويرحم جميع موتى المسلمين. اللي باباه صبح قال لي بلي داواه باش يتعرف على واحد الهيكل عظمي، يعني الطفل مقتول منذ أكثر من فترة طويلة لدرجة أنه ما قعد والو. وباه نفهموا الحكاية أكثر لازم أول حاجة نعرفوا وش هي فري فاير. فري فاير هي لعبة موجودة على الانترنت، يقدر أي واحد أنه يحمل اللعبة سواء على الهاتف أو الحاسوب. إذا أي شخص يقدر يحمل لعبة فري فاير ويلعب فيها. هذه اللعبة يلعبوها الناس كل نساء ورجال كبار وصغار، يعني تشمل كامل فئات العمرية. اللعبة فري فاير هي لعبة مسلية عبارة عن لعبة حربية، يعني أي شخص يحمل هذه اللعبة يبدأ يلعب فيها عادي جدا، يعني يبدأ يتعلم بشوية وبعد كده يبدأ يطور روحه في هذه اللعبة. طبعا كي تلعب في هذه اللعبة أول حاجة لما تسجل يولي عندك حساب خاص بك أنت. الحساب هذا تعرف به عن نفسك، لأنه في لعبة فري فاير أو الألعاب اللي يشبهوا لعبة فري فاير تولي موجود على الانترنت بشكل افتراضي، يعني تولي موجود. اللعبة هذه تعطيك اسم، تعطيك سلاح، تعطيك بزاف حوايج وتولي تقاتل، لأنها لعبة حربية هي أنك لازم تربح في المعركة. فتولي تحارب الناس اللي راهم معاك هما أيضا أشخاص كيفك قاعدين في ديارهم وقاعدين يلعبوا في فري فاير. إذا هذه اللعبة يعني لعبة افتراضية يتلموا فيها الناس كل واحد والشخصية نتاعو ويبداو يتقاتلوا في الهاتف، يعني غير بالهاتف نتاعك ممكن أنك تلعب في بلعبة فري فاير، يعني سهلة وممتعة. وطبعا كيكون عندك حساب، هذا الحساب مع الوقت تقدر انك تقويه، وطبعا الحساب يقوى كي تربح المعارك وايضا كي تشري السلاح. وفي هذه اللعبة تولي تقدر تحكي مع ناس يعني يلعبوا معك في هذه اللعبة، تحكي مع ناس سواء كبار صغار. وهنا تكون الخطورة خصوصا على المراهقين وعلى الطفل اللي توفى ربي يرحمه سيد أحمد. يعني هذا الطفل كان يتواصل مع الناس وكان يحكي مع الناس ويلعب إلى آخره. إذا الحكاية تقول إنه جاره وهو شخص عنده 18 سنة راح للطفل سيد أحمد وقال له بيع لي الحساب نتاعك الموجود في لعبة فري فاير بمبلغ مالي يقدر ب10 ملايين. ولكن الطفل سيد أحمد ما حبش يبيع الحساب نتاعو، ومن هذه النقطة صارت مشكلة بينه وبين هذا الشخص. إذا هذه المشكل كبر وسمعوا به الناس كامل هذاك الوقت، حتى انه الاطفال يعني اصحاب احمد سيد احمد في هذاك الوقت سمعوا بهذا المشكل وراحوا هضروا مع سيد احمد، قالوا له باللي لازم تروح تتلاقى مع هذا السيد وتتفاهم معاه وروح رانا هضرنا معاه وما كان حتى مشكل، دوك هضروا وما هوش راح يضربك ما تخافش منه. اذا هذا الطفل بعد ما سمع هذه الهضره من عند اصحابه راح خرج من الدار، وكي خرج من الدار من هذاك الوقت ما زادوش شافوه حتى يعني لقاه الاب نتاعو جثة
على شكل هيكل عظمي، يعني شتى قديمة خلاص. ونحاسبوا على دم وليدي ما يروحش، خاطر حتى وكيل الجمهورية قال لك وليدك ما يخش الواحد براني راهو مع ناس كيداوى. إذا بعد ما خرجت الجثة تاع الطفل، ربي يرحمه إن شاء الله ويجعل متواه الجنة، وإن شاء الله ربي يصبر الأهل نتاعو. خرجت العائلة وخرجت الأم كما شفتوا، قالت إنها حابة تدي حق ولدها، والعائلة راهي في صدمة وراهم يحوسوا على المجرم هذا باش يحاسبوه. إذا كل الاتهامات راهي موجهة نحو جار هذا الطفل، لأنه آخر شخص هدر مع الطفل سيد أحمد، وصار بينهم هذا الخلاف على جال الحساب تاع لعبة فير فاير. وطبعا بيع وشراء الحسابات تاع فير فاير حاجة عادية، الناس كانت تشري وتبيع حسابات فير فاير، والناس دخل دراهم أصلا من الألعاب هذه أو لعب الألعاب. كل واحد كيفاش يدخل دراهم الانترنت. وطبعا لعب الألعاب وتقوية الحسابات هي نوع من أنواع يعني مصدر دخل عند بزاف ناس. فالمشكل حسب رأي الكثيرين انه مشكل تاع دراهم، انه هذا الطفل كان عنده حساب في فير فاير قوي دخل منه دراهم، فهذا السيد حب انه يشري هذاك الحساب بمبلغ ويعاود له البيع ولا يخدم به الى اخره. فاتهموه، يعني درك التهمة راهي موجهة لهذا الشخص، انه هو بسبب لعبة فير فاير قتل هذا الطفل. يعني مجرد اتهامات، مجرد هضرة، ما كانش حاجة صحيحة، مازال ما حكموا والو، يعني غير قاعدين يهضروا بركة. اذا الناس قاعدين يقولوا بسبب اللعبة تاع فير فاير هذا الطفل لقى حتفه ويعني توفى، الله يرحمه ان شاء الله. اذا بسبب لعبة فير فاير، طبعا السبب الحقيقي مجهول، واحد ما على باله وش هو السبب. هذه هي الحكاية بركة. واذا كان كاش جديد في هذه الحكاية راني رايح نحط فيديو آخر في القناة. وهنا وصلت إلى آخر الفيديو، وشكرا على المشاهدة.